يا صباح السعادة، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم ماري انور. جايلكم النهارده بوجبة حلوة جدا، وجبة نباتية يعني صيامي، تنفع معاكم فطار غدا عشاء. حاجة كده بصراحة عظمة. شايفين شكلها؟ حلوة جدا جدا، قوامها بسيطة جدا وكلها من البيت. شايفين شكلها؟ وريحتها بقى خطيرة. يلا بقى لو عايزين طريقة ادخلوا معايا الفيديو، بس استنوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس. يلا بسرعة على الفيديو. وأول حاجة هنجهزها مع بعض وهي الحشوة، ودي أهم حاجة في وصفتنا النهاردة. هنجيب كده قلاية فيها شوية زيت، وهنجيب بطاطساية هنغسلها ونقشرها وهنبشرها بالشكل ده. شايفين؟ طبعا أنا عندي بصوا حاطة على نار عالية عشان ما تنزلش ميتها. بصوا كده شكلها. أنا مش هحمرها ولا أي حاجة خالص، هي بس مجرد ما أحس إن دبلت معايا هنزل عليها البصلاية بتاعتي. أنا هنا حاطة الكمية بتاعتي بطاطساية، بصلاية. أنت بقى عايزة تزودي الكمية زودي. هي الحشوة بصراحة جميلة جدًا، تنفع معاكِ في حاجات كتيرة جدًا، تنفع معاكِ حواوشي، تنفع معاكِ على المكرونة، حلوة أوي، أوي. هنا بقى جاهز توابلي عبارة عن إيه، معلقة توم باودر، ومعلقة كزبرة، ونُص معلقة كمون، والملح بتاعي. وأبدأ بقى إيه أشوّحهم مع بعض لحد ما أشم ريحة التوابل الجميلة. أكون مجهزة معاكم جزراية برضه مبشورة. كل شغلي النهارده هيكون كل خضاري مبشور. تمام. هابدأ أشوّح بقى الجزراية مع البصل مع البطاطس لحد ما يدبلوا معايا خالص. شايفين شكلها ما فيهاش أي سوائل، إني أنا حاطاها على نار عالية. هاكون بقى مجهزة معاكم إيه، فلفل بقى، فلفل ألوان أحمر، أخضر، أصفر، اللي موجود عندِك. عايزة تحطي بقى spicy، أنا حطيت بس نُص قرن حامي يدّيها طعم spicy كده. تمام. نبدأ بقى نشوّحهم مع بعض. هنا بقى مش هاخلّي النار كتير عليه، أنا مش عايزة الفلفل يدوب معايا، أنا عايزاه يقطم معايا في الحشوة. طبعًا هانزل بشوية كزبرة وبقدونس، ده لو متوفر عندِك، مش موجود عندِك مش هيأثّر معايا خالص في مكوناتي. تمام كده. هابدأ أنزل بقى بمعلقة صلصة. كان المفروض أنزلها بطماطم، بس أنا مش حابة الطماطم هنا علشان الحشوة ما بيبقاش فيها نسبة مَيّة، لكن الصلصة هتدّيها لون، تدّيها طعم. هنا بقى معايا خطوة مهمة جدًا لازم كلنا نعملها في الوصفة دي. هنجيب معلقة دقيق كبيرة على 4 معالق مَيّة. ليه عملنا كده؟ دي الخطوة دي اللي هتخلّي كل الخضار يتماسك ببعضه. يعني ما اجيش آكل قطعة البطاطس ألاقيها وقع منّي الفلفل، وقع منّي الخضار البطاطس، لأ، أنا عايزاه كده متماسك. هي دي تخلّي كل الحشوة متماسكة. كده جهزت معايا، يالّا نكمّل وصفتنا. وبكده حبايبي الحشوة بتاعتي جاهزة معايا. شايفين شكلها؟ بجد خطيرة. يالّا مع بعض نعمل الخطوة اللي بعد كده. طبعًا في الوصفة دي أنا كنت مستخدمة كيلو بطاطس، خدت جزء في الحشوة والجزء التاني هرسته. إزاي؟ غسلتها وقطعتها وحطيتها في حلة وعليها كوباية مَيّة وعلى النار. سلقت معايا، شربت مَيّتها، هرستها بالشكل ده. أحط عليها بقى بهاراتي بقى. أحط إيه، توم باودر، بصل باودر، أحط شوية كزبرة، شوية كمون، أحط 4 معالق زيت، أحط شوية ملح، وأهم حاجة عندي معلقة الكركم دي. دي اللي خلّت شكلها جميل جدًا زي ما شفتوها أول الفيديو. وهات عليها شوية بقى خضرة، كزبرة، بقدونس، شبت، اللي موجود عندِك. تمام، تمام. أقلِّب بقى كل الخلطة دي مع بعضها كده. شايفين سخنة إزاي؟ أنا عايزاها ما تبردش معاكِ علشان تكون سهلة الفرد معاكِ في الصينية بعد كده. تمام كده. بصوا شكلها، صدقوني هي كده أصلًا وجبة. ريحتها جميلة، ممكن يتاكل كده على فكرة، جميلة جدًا. يالّا بقى يا قلب أختِك، شُفتش اللايكات لحد دلوقتي، يا لايك كده وكومنت تشجيعي. يا رب الفيديو يعجبكم النهارده ويكون خفيف عليكم. أكلة نباتية سهلة وبسيطة. تمام كده. طبعًا نبدأ بقى نهرس كده. أنا جبت هراسة، قُلت عشان كان في تكتلات صغيرة لحد ما ياخدوا كلّهم لون واحد. شايفين لون الكركم حلو أوي، وكمان مغذي جدًا للأولاد. تمام. كده خلاص إحنا خلّصنا. تمام. ويالّا مع بعض نجهّز الصينية بتاعتنا. هتجيبي صينية أي نوع يعجبِك، أنا جبتها بايركس بالشكل ده. وهابدأ قبل ما أحط فيها أي حاجة أدهن الصينية زيت. تمام. الأرضية كده والجناب كده، علشان بقى هو مش هيلزق معايا بس برضه. تمام. أنزل بقى بنُص كمية البطاطس اللي إحنا هرسناها مع بعض. دي أول طبقة، أفردها كلّها. طبعًا حسب الكمية اللي أنتِ عاملاها. أنا عاملة صينية صغيرة، إني أنا عاملة كيلو بطاطس بالحشو كده. وهافرد. حلوة جدًا، جدًا. طبعًا حبايبي الأكلات النباتية حلوة وصحية. الحقيقة غالية ومش كل يوم فراخ ولحمة. يعني تنفع معاكِ أكلة خفيفة وتنفع معاكِ كمان أكلة صيامي. حلو أوي. بعد ما عملت أول طبقة، هانزل عليها بالحشوة اللي إحنا عملناها مع بعض. يعني طبقة بطاطس، وطبقة حشوة، وطبقة الأخيرة اللي هي البطاطس. تمام كده. طبعًا هنا أنا ما عملتهاش بشاميل ولا أي حاجة خالص، هي بس طبقتين بطاطس، طبقة إيه، الحشوة. فردناها وضبطناها كده خالص، حتى شكلها يفتح النفس. شكلها جميل جدًا، جدًا، وجودة بسيطة خالص. كده.
طبعًا مكوناتها كلّها مغذية، يعني مثلًا الفلفل الألوان مغذي جدًا ومليان فيتامين C، تمام كده؟ ندّيه لولادنا عن طريق أي أكلات، ننزل بقى بنُص بقى الكمية التاني ونفردها، كده تمام الصينية خلصانة معايا، ما فيهاش أي افتكاسات ولا أي حاجة صعبة، شايفين؟ طبعًا هنا معلقة الكركم بيدّيها لون جميل جدًا، وبرضه الكركم مغذي جدًا لأولادنا، بيقوي الذاكرة. تمام كده، بجد صينية جامدة جدًا، مش مكلفة، وأهم حلوة صيامي وسهلة وبسيطة، لو عملتيها مرّة لأولادِك مش هيبطّلوا يطلبوها منِّك، حلوة أوي، أوي، بُصّي بقى شكلها جميلة خالص، طبعًا هادخّلها على فرن رف وسطاني 180 هتاخد معاكِ بالضبط حوالي 10 دقايق، لإن كل اللي فيها مستوي، ما فيهاش أي حاجة نيّة، تمام، تابعوني بقى في الخطوة اللي جاية دي مهمة جدًا، جدًا، هنجيب 4 معالق زيت وندهن وش الصينية بتاعتنا بالشكل ده. ليه بقى الغرض من كده إيه، إن تدّيها طبقة حلوة وتكون الوش مقرمش وكمان عشان ما تحرقش معايا، تمام كده، زي ما شفتوه أول الفيديو، الخطوة دي مهمة جدًا لازم نعملها، وعايزة أقول لكم كده حاجة كمان بصوا من الجنب، شايفين شكل البايركس بيدّيني طبقات شكلها حلو إزاي، كده جاهزة معايا، هندخّلها الفرن وبعد 10 دقايق هنرجع لكم بالصينية بتاعتنا، وبعد 10 دقايق بالضبط طلعت معانا العظمة دي، شايفين الجمال ده؟ هاحط بقى عليها حبة خضرة مع الوش، بجد حلوة جدًا. ريحتها مش قادرة أقول لكم سخنة بس جميلة، بس لازم تقطّعوها وهي باردة، بس كالمعتاد أنا مش هاستنى، هاقطّعها وأورّيها لكم، حلوة أوي، ريحتها مَلِت البيت، وصدقوني مش مكلفة خالص، وكمان تغيير في أكلاتنا، حلوة أوي، تنفع صيامي، خفيفة، وكمان تنفع حبايبي النباتيين، تبقى حلوة أوي، أوي ليهم، وأنا باقطّعها وهي سخنة شايفين كده؟ لازم تكون باردة عشان تبقى ماسكة نفسها، بس أنا حابة أقطّعها معاكم وندوق مع بعض، كده حلو أوي، بُصّوا بقى هاطلع القطعة شكلها خطير، بُصّوا بقى الجمال، واو! إيه العظمة دي! بجد حلوة حلاوة، حلو أوي بس الدخان ده سخنة جدًا، المفروض تهدى شوية عشان تطلع معاكم مضبوطة، بُصّوا بقى الجمال، حلوة، حلوة، حلوة. جربوها على طريقتي هتعجبكم وتعجب حبايبي الصغيرين، وهي أكلة نباتية صيامي تنفع فطار وغدا وعشا. يلا بقى يا قلب أختك وأنا بادوق كده الأكلة الجامدة دي لايك وشير وسبسكرايب، أنا عايزة الفيديو ده يترفع والكل يستفيد، طعمها حلوة حلاوة بجد عظمة، جربوها ومش تندموا، حلوة أوي، أوي، أوي. جميلة وسهلة وبسيطة ومش مكلفة، أتمنى فيديوهاتي تكون خفيفة وبتعجبكم ومش مكلفة وبألف هنا، وباشكركم جدًا مع تحياتي ميري أنور، باي باي.